ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. النهارده هنعمل نوعين من البانيه بتاعنا العادي كده اللي احنا بنعمله في البيت، وكمان البانيه الشركات بطريقه لذيذه وبسيطه جدا. طبعا احنا يوم الجمعه كده بنروح كلنا عند ماما، كنا عاملين محشي كده، بس الولاد ما لهمش في المحشي فعملنا لهم البانيه. بيحبوا ياكلوه جدا بالكايزر والمايونيز والكاتشب وكده، لذيذ جدا. وهنعمل البانيه بتاع الشركات بطريقه نظيفه بقى وسهلة وبسيطة وطلع معانا كمية حلوة. أول حاجة كده نعمل البانيه اللي احنا بنعمله على طول في البيت، بدون بقى اللي هو ما نعمل كفر بقسماط وبيض ودقيق والكلام ده، لا، التتبيلة دي لذيذة جدا. هنحتاج طماطماية وبصلاية وليمونية وفلفلاية كده مقطعينهم قطع، وبعدين نضربهم في الكبة. بالنسبة بقى لكمية التوابل، قصدي الخلطة اللي احنا هنعملها ده على حسب كمية الفراخ اللي انت هتعمليها. وكمان هحتاج بيضة وملح وفلفل. ده بقى الخطوة بتاعة البيض بقى والحتة دي، ده عشان ما ناخدش كمية كبيرة من اللي هي البيض بقى والبقسماط والكلام ده والدقيق، ان احنا نحط هنا وهنا وهنا. لا، التتبيلة دي سهلة جدا، وبشوفها ان هي سهلة ومريحة كده بدل ما نبهدل نفسنا. حلوة قوي. دلوقتي انا خلاص خلصتها كده في الكبة، ضربتها في الكبة. اخد طبقة بقى من الخلطة بتاعتنا، وابدأ بقى ان انا احط الفراخ بتاعتي، افردها كده واحاول على قد ما اقدر ان تكون الفراخ كلها متغطية بالتتبيلة. الفراخ طبعا متنضفة كويس. بالنسبة بقى للفراخ اللي انا استعملتها النهاردة، انا جبت فرختين كده وخليت يعني الصدور بتاعت الفرختين، وعملت منهم البانيه ده والبانيه بتاع الشركات اللي احنا نعمله كمان شوية. الخطوة دي انا بعملها على بيات، يعني بعملها بالليل واحطها في التلاجة، وتاني يوم بقى نبدأ ان احنا نظبطها في البقسماط كده. وهنحتاج بقى لبانيه الشركات ده كريسبي، بجيبه من العطارة كده واديله طحنة صغنونة كده واركنه على جنب، احنا مش هنستعمله حالا. تمام. وده هحتاج كمان نص كيلو فراخ كده، وكوباية الا ربع فيجيتار من اللي هي الاكياس المعلبة دي، بتبقى فيها توابلها وكل حاجة. الفراخ كنت مطلعاها بقى وقطعتها كده قطع، بعدين دخلتها في الفريزر، مسكت نفسها شوية عشان احنا عايزينها يعني متلجة شوية. وابدا ان انا افرمها فرم بقى في الكبه، بس ما تكونش الفرمه اللي هي الناعمه قوي، لا احنا عايزينها خشنه شويه عشان احنا لسه هنحط الفيجيتار ونبدا نفرمها تاني. بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها، ابدا ان انا احط عليها كوبايه الا ربع فيجيتار اللي هو الاكياس ده، وهحتاج كمان واحده مرقه دجاج، كمان رشه ملح كده عشان نظبط حدق الحاجه. وابدا ان انا اعجنها كويس جدا لحد ما الفيجيتار بتاعي يختفي خالص، بعدين نبدأ نفرمها تاني في الكبة. بعد ما عجنتها كويس جدا، ابدا ان انا احطها بقى في الكبه الصغنونه الكيوت دي، واجيب كمان كوبايه ميه ساقعه كده، نبدا ناخد معلقتين بمعلقتين على كل فرمه كده، بس تكون ميه ساقعه متلجه، يعني ساقعه متلجه. وابدا ان انا افرمها بقى الفرم اللي هو الناعم بقى. ده كده قوام الفراخ بتاعتنا بتلزق شويه. نبدأ بقى نخلص الكمية بتاعتنا كلها ونحضر بقى اللي هو الكريسبي بقى بعد ما طحناه. وكمان جنبنا بولة كده فيها شوية مية عادية من الحنفية، هنبل ايدينا مية ونبدأ ان احنا نشكل الفراخ بتاعتنا. ابدا ان انا ابل ايدي ميه كويس جدا، واجيب بقى قطعه كده من الفراخ، ده على حسب بقى الحجم اللي انت بتحبيه، او الولاد لو صغننين هنعمله حجم صغنون، لو كبير هنكبره شويه. نبدا بقى نكورها كده. ابدا كويس جدا ان انا اضغط كده على قطعه الفرخه عشان ما تحاولش ان هي تفك منك، تبقى ماسكه نفسها قوي كده. وبعدين اعملها زي صابع الكفته كده، وابدا ان انا اسويها كده، واخد يعني من حته عريضه ومن الحته التانية سحبة كده رفيعة شوية عشان تبقى واخدة الشكل اللي هو. وابدأ احط قطعة الفرخة بتاعتي في المية، وبعدين احطها في البقسماط، ونخلص الكمية بتاعتنا كلها بكل سهولة. بتشوف شكلها قد ايه حلو، يعني شكلها حلو جدا زي اللي بره، بس احسن بكتير. يعني انتوا ضامنين الحاجة اللي احنا عاملينها في البيت ونظافة بقى وكده.
نخلص الكميه بتاعتنا كلها، بعدين ندخلها التلاجة. عايزه بقى تفرزيها براحتك، عايزه تحطيها في التلاجة ان احنا بنسيبها ساعه كده او ساعه ونص او ساعتين كمان، نحطها في التلاجة وبعدين نبدا. اهم حاجه تبلي ايدك كويس من الميه عشان ما تلزقش منك كده وانت بتشكليها، وتحاولي بقى تسويها وكلها كده تبقى بحجم واحد وشكلها لذيذ وعسول كده، وبجد كان طعمها حلو قوي. وبعتذر يا جماعه عن التصوير، بس ابن اختي اللي كان بيصورني وكل شويه يقول له يا ابني هات الطبق يا ابني، وهو مودي ايده في الناحيه التانية خالص. خلاص بقى الكميه بتاعتي كلها، وبعدين ابدا ان انا احطها بقى في التلاجة على ما نخلص البانيه التاني ونظبط بقى التظابيط بتاعتنا. ده كده بقى البانيه بتاعنا بعد ما بات يوم في التلاجة، نطلعه بقى من التتبيله على الفيجيتار بتاعنا اللي هو الاكياس المغلف اللي احنا بنشتريه من العطاره. نبدأ بقى نطلعه من التتبيلة على طول على الفيجيتار. شوفوا بقى ان خطوة ان البيض بيتحط كده وسط التتبيلة مش بيخلينا ان احنا نعمل طبقات كتير كده، بقى طبق اللي هو الدقيق، بعدين نحط في البيض، بعدين في الفيجيتار، تبقى لبخة بكل سهولة. ببدأ ان انا اطلع قطعة البانيه كده احطها في الفيجيتار، واحنا بنحط الفيجيتار عليها نحاول ان احنا نضغط كويس جدا عشان الطبقة الخارجية دي ما تعملش يعني، واحنا بنقليها ما تقعش من عليها. وخطوة كمان ان احنا بنحطها ساعتين 3 دي في التلاجة، تخليها ماسكة كويس جدا واحنا بنقليها في الزيت، ما تجريش كده مننا في الزيت. وكمان عملنا الكايزر وسبته لما خمر كده. انا قبل كده عملت الكايزر في فيديو لوحده، فما حبيتش ان انا اعجنه تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل. واحنا بنهبطه كده من العجينه نحاول ان احنا ندهن ايدينا زيت، بعدين نبدا نشكل الكايزرايه على حسب الحجم اللي انتوا بتحبوه. بعد ما شكلت العجينه بتاعتي ابدا ان انا اجيب صينيه الومنيوم. الالومنيوم بتخليها التسويه بتاعتها حلوه قوي وبتديلها لون حلو قوي. وابدا ان انا ادهنها دهنه زيت، واحط بقى الكايزر بتاعي واغطيه كده لحد ما يخمر ويكون حجمه يعني يتضاعف مرتين عن حجمه اللي احنا كنا سايبينه قبله، يعني قبل ما يخمر. تمام. وابدا ان انا ادهنها بصفار بيض ومعلقتين لبن، ولو موجود رشه قهوه سريعه الذوبان حطي، لو مش موجود ده برضو اللبن والبيض بيطلع اللون تحفه جدا. دخلها الفرن على درجة حرارة 180، ده لو حجم الكايزراية كبيرة. لو حجم الكايزراية صغنونة شوية على 200 في الرف الوسطاني. اول ما تطلع ابدا ان انا بخها بخة مية كده واغطيه. وده بقى شكله بعد ما برد شوية، قد ايه بقى ان شكله حلو قوي وفريش كده وجميل كده زي بتاع المخبز واحسن، والله العظيم جميل قوي. وكمان قلينا البانيه كده والبطاطس كده، وقد ايه بقى ان اليوم ده كان حلو قوي كده. البيت كان مليان روايح بقى، بانيه وكايزر ومحشي والحاجات دي، وكمان بقى الهوا الجميل بما ان البيت بتاعنا على البحر كده، بيبقى يوم حلو قوي اليوم ده. ده كده شكل البانيه اللي احنا بتاع الشركات، وده شكل البانيه اللي احنا دايما بنعمله في البيت. نبدأ بقى نعمل طبقات من الساندوتش كده، الطبقات بتاعته مايونيز بقى وكاتشب وخس وبطاطس وبانيه، تحفة جدا. ده شكل البانيه بتاع الشركات من جوه كده، لانه هو حلو قوي 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 قوي، مضمون يا جماعة، ده مضمون مش الحاجات اللي من بره دي. وعملناه كمان ساندويتش بجد رهيب. كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، واشوفكم على خير وباي باي.